أنا اسمي علي محمد برو من قرية أم الخير، منطقة رأس العين، تابعين منطقة رأس العين. هذه المرة الثانية صار نتهجر ونطلع من بيوتنا. بعام 2013 تعرضنا لنفس الوضع، زاد مجموعات إرهابية بما يسمى الجيش الحر. صارت حادثة يعني راح بيها تقريبا 19 شخص القرية، من نفس القرية. حرقوا البيوت، دمروها، انهبوا ايش في بيها، ما خلوا، شالوا كل شيء يعني. راح بهالأزمة هذه يعني بنفس الحادثة شهداء، راح لي أخوين وأب، وأنا تصاوبت وزاد بنفس تصاوبت 4 طلقات، والحمد لله الله شافاني. يعني ما يعني إنسان اللي قالها اللي هو ما يموت، ما حد يموت ناقص عمر. الثانية جانا زاد مرتزقة الجيش الحر بما يسمى، الأتراك هم ونفسهم والجيش الحر، زاد تهجرنا. طلعنا أول ما طلعنا من شي 7 أشهر، طلعنا أول شي كبداية بسد القرى. يعني قلنا يجوز بعد فترة نرجع 10 أيام شهر، ما قمنا جينا عاد طلعنا جاءنا للمخيم هين، وهسه سكننا بالمخيم. القرى اللي فاتوا بها قرى بجنبنا، يعني بليلان بال40 فاتوا عليها، خربوها، انهبوا ايش في بيها، هجروا الناس، اخذوا اموالهم، بناس ماتت. يعني بهالازمه هاي راح كثير من الناس. يعني هسه على القرى اللي هم بيها، يعني حتى قالوا حتى العمد تبع الدور شايلينه، ما خلوا شيء. يعني هم نفس الفصيل، يعني كان بال 2013 ولا ال 15 اول بدايه، اول ما جو على اساس جيش حر، قلبوا بعدين داعش، وهسه رجعوا جيش حر. نناشد انه الدول بشكل عام، انه شعب يعني صار للمره، احنا للمره الثانيه نتهجر. يعني شو ذنب الاطفال، شو ذنب العجزه، الناس يعني ان الناس ملت، تريد ترجع، تريد بس مكان تأوي الامانه يعني. وهسه بهالفتره هي مقبلين احنا على صيف، والجو هذا الجو الحار، والله يكون بالعون. يعني مدارس، ما ظل المدارس راحت، تدمرت المدارس، ما ظل يعني جيل انعدم راح. يعني الجيل هذا انعدم، صار يعني تقريبا 3-4 سنين انتهى الجيل. يعني ايمت بده يصير هذا؟ يعني بعد ما طلعوا من 2013 حياتنا تقريبا شبه استقرت. تقريبا شيء 3-4 سنوات يعني امورنا جد داعش كذلك الامر، زاد ما في استقرار. بالليل ما تقدر تنام ببيتك، بدك تطلع، طيران يفتل يضرب. طلعوا من عندنا وزاد طلعنا لما جد داعش، طلعنا ظلينا شهر برا القرى. بعد ما راحوا تحررت المنطقة رجعنا على القرى، استقرينا 3 سنين استقرار، والناس عايشة يعني مستقرة. يعني ما في إزعاج للعالم، ما في ناس مستقرة وعايشة بشكل طبيعي. يعني تقريبا حسينا بالأمان في ظل الإدارة الذاتية، أو لما استلمت الإدارة الذاتية صار في أمان، استقرار. يعني الناس عايشة، الناس قامت تشتغل، تعمر بيوتها، ترمم. لأنه الأحداث اللي راحت لحد هالساعة لهاليوم هذا من 2013 بناس بيوتها محروقة ما قدرت تعمر. يعني شعب بسيط فقير ما عنده، شان يشتغل فلاح أو عامل وما ظل شغل. فبهالأزمة هاي هسه يعني صار فترة بهالكم سنة اللي مرن قبل الأحداث هاي، قبل ما تدخل تركيا علينا، الشعب يعني كان مستقر عايش ومبسوط، ويروح اللي عنده دوام يداوم يرجع، اللي عنده شغل يشتغل يرجع على بيته. صارت الأزمة هذه، ترجعت الناس تهجرت النوم.